لو عايزين تعرفوا المتحف المصري الكبير اللي قالب الدنيا جواه ايه، تعالوا اخدكم في جوله النهارده اوريكم ال 12 جاليري او قاعه اللي موجودين جوه المتحف المصري فيهم ايه. يلا بينا. المتحف المصري الكبير فيه 12 قاعة، 4 كهوف، متحف مراكب خوفو وقاعة توت عنخ آمون. في الفيديو ده هغطي لكم كل الأماكن دي في المتحف، لأن انتوا مستحيل تخلصوا المتحف في يوم واحد، فبعد ما تشوفوا الفيديو ده هتعرفوا ايه أكتر حاجات عجبتكم وتروحوا عليها على طول. أول ما تدخلوا هتلاقوا تمثال رمسيس الثاني المشهور جدا. معلومة لذيذة عن التمثال ده إن هم حطوه جوه المتحف قبل ما يبنوا المتحف نفسه، علشان كان كبير جدا ووزنه حوالي 80 طن، فما كانوش هيعرفوا يعملوا بوابات غير لما يدخلوا التمثال الأول. المنطقة اللي في الأول دي اسمها البهو العظيم، اللي هتلاقوا فيها محلات وكافيهات، ومن أهم وأحلى الحاجات هو محل الهدايا الخاص بالمتحف المصري اللي بيعملوا فيه هدايا طبق الأصل للحاجات اللي انتوا هتلاقوها في المتحف. كواليتي بتاعة الحاجات اللي هناك تحفة، بس لازم أقول لكم برضو إنه أسعارها كمان غالية جدا. الحاجات اللذيذة اللي لازم تبصوا عليها برضو هو التمثالين دول اللي لاقوهم موجودين في قاع البحر، وبعد كده هتطلعوا على الدرج العظيم، وده اللي حوالي 6 أدوار فيه 59 تمثال. تقدروا تطلعوا على رجليكوا أو تاخدوا السلم الكهربائي، وحتى لو حد عنده مشكلة مش هيقدر ان هو يطلع على رجله أو ياخد السلم، هم عاملين كمان حاجة بتطلع أي حد قاعد على كرسي، فبصراحة مسهلين الدنيا على الناس كلها، ودي حاجة جميلة جدا. طبعا الدرج العظيم فيه آثار كتير جدا تحفة، بس أنصحكم ما تضيعوش وقت كتير فيه، لأن انتوا لازم تروحوا على القاعات لان فيها حاجات مبهرة جدا. القاعات متقسمة ل3 اجزاء: المعتقدات، الملكية، والمجتمع. أول 3 قاعات بيتكلموا على عصر ما قبل التاريخ، عصر ما قبل الأسرات، عصر بداية الأسرات، عصر الدولة القديمة، وعصر الانتقال الأول. أول قاعة كانت بالنسبة لي تحفة، تعالوا أوريكم فيها إيه. هناك هتشوفوا خريطة مصر القديمة معمولة بطريقة لذيذة جدا. هتشوفوا تمثال كاهن، التمثال كله كامل ورجله الحاجة الوحيدة الحقيقية ومتحنطة. هتشوفوا كمان هناك أدوات التجميل والحلي بتاعة رع حتب. انتوا متخيلين ان الحاجات دي بقالها اكتر من 3000 سنة؟ انا دايما بنبهر جدا بالحلي او الجولري بتاع الفراعنة، شبه قوي اصلا حاجاتنا دلوقتي، بس يعني على احلى بكتير. قاعة رقم 2 ده الكرسي بتاع الملكة حتب حرس، دي معدات الدفن، لان هم طبعا كانوا بيعتقدوا جدا في ما بعد الحياة او ما بعد الموت. يا جماعة دي من اكتر الحاجات الغريبة، ده طفل مدفون جوه. دي جاليري رقم 3. اكتر حاجة بقى عجبتني هناك او فيها هو ده. يا جماعة دي حجرات الدفن، انا مش عارفة هم جابوا كل ده ازاي هنا. عايزه اقول لكم انه ده تاني يوم ليا في المتحف. انا جيت يوم اللي هو 4 والنهارده 5 علشان اعرف اصور لكم كل حاجه، لان انا امبارح جيت وقعدت 3 ساعات وما لحقتش اصور كل حاجه. فالمره دي قلت اجي برضو اكمل بقيه التصوير، ويلا بينا اوريكم بقيه الحاجات. وبعد كده هنروح على قاع 4 و5 و6، ودول بيتكلموا على عصر الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني. وفي عصر الدولة الوسطى لقيت حاجة غريبة جدا، ودي حاجة اسمها كتاب الطرفين. كتاب الطرفين دي مجموعة من التعويذ اللي وجدت مكتوبة على أرضيات بعض التوابيت الخشبية في عصر الدولة الوسطى. التعويذ دي كانوا بيعملوها علشان تحرس الطرفين بتاعتهم أثناء طريقهم للعالم الآخر، لأنهم كانوا بيعتقدوا إنه هيكون في مخلوقات غامضة، فعشان يتجاوزوها لازم يعرفوا التعويذ دي. احنا دلوقتي في القاعة رقم 4. نماذج للجنود زمان. بصوا يا جماعه كتير قوي، وبعدين مش عارفه عاملين لونين بقى. دول نموذج لتوابيت. بصوا بجد الالوان تحفه، ازاي الالوان كده. ودي قاعه رقم 5. بصوا يا جماعه حلاوه الاساور بتاعه الملكه حتب حرس، محطوطة في بوكس من الذهب.
شبه قوي الحاجات اللي بنلبسها دلوقتي. في قاعة رقم 5 هتلاقوا تماثيل كبيرة جدا ضخمة قوي، لانه في الوقت ده كانوا بيعتقدوا ان هما لازم يعملوا تمثال كبير عشان يبينوا هيبة الملك اكبر. دي خناجر الملوك. بصوا يا جماعة التفاصيل اللي جواها. كل مكان في المتحف هتلاقوا فيه حاجة كده بتقول لكم الإرشادات، بتقول لكم انتوا فين وكل قاعة بتتكلم عن ايه. دي جاليري رقم 7. قاعة 7 و8 و9 بيتكلموا على عصر الدولة الحديثة. يا جماعة انتوا مصدقين ده عود؟ ده عود قديم. بصوا، وبجد ما كنتش مصدقة ان هم محنطين باروكة. في الوقت ده كانوا الرجالة والنساء بيلبسوا باروكة لان الشعر الطويل كان بيوحي بالجمال، وكمان الرجالة والنساء كانوا دايما بيرتدوا الحلي، وهتلاقوا هناك جنب الباروكة على طول كمية جولري شكلها تحفة. وفي قاعة رقم 8 هتشوفوا تمثال الملكة حتشبسوت. هتشوفوا كمان التمثال ده اللي عنده كذا راس. وسبب وجود التمثال ده ان الملوك في عصر الدولة الحديثة كانوا بمثابة حاجات كتيرة للدولة، منها قائد الجيش، الإداري، وكمان كبير الكهنة. ودي جزء من أرضية قصر بتاع ملك آمنحتب الثالث. دي كانت القوالب اللي كانوا بيصنعوا منها الخواتم. انتوا شايفين كل حاجة عليها زي رقم كده علشان تعرفوا تحت هما بيتكلموا على انهي قطعة، وهنا عليها نفس الرقم. واخر 3 قاعات هما 10 و11 و12، ودول بيتكلموا على عصر الانتقال الثالث، عصر المتأخر، والعصران اليوناني والروماني. دي جاليري رقم 11. أما بقى قاعة رقم 12 فكان فيها مومياوات مختلفة للنساء، ومن أحلى الحاجات اللي هناك كانت التوابيت بتاعة موميا بادي أمون. كانت محطوطة في توابيت مختلفة جوه بعض، شكلهم كلهم تحفة، والرسومات اللي عليهم بجد رهيبة. وبعد ما خلصنا القاعات هوريكم كمان أهم الكهوف. هناك هتلاقوا 4 كهوف، أنا للأسف ما لحقتش أصورهم كلهم، بس صورت لكم 3 منهم. أول واحد وأحلى واحد بالنسبة لي هو كهف وادي الملوك، وده اللي بياخدك جوه تجربة هتحس ان انت دخلت فعلا وادي الملوك اللي موجود في الأقصر. وكان في تماثيل شكلها بصراحة مخيفة قوي، مش عارفة لو انتوا كمان شايفين انها بتخوف. بما اننا بنتكلم على وادي الملوك ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع الأقصر، هحطه لكم هنا، وانا بروح وادي الملوك في الأقصر بوريكم كل حاجة هناك، اتفرجوا عليهم. وتاني كهف هو كهف دير المدينة، وده اللي بيحكي عن الحرفيين اللي بنوا المقابر بتاعة الملوك، بياخدكم في الأدوات اللي كانوا بيستخدموها وحياتهم اليومية. هنا البط هما كاتبين كان رمز للحياة والخصوبة، فعشان كده كانوا بيستخدموه في الأكل وفي الأواني بتاعتهم. وآخر كهف واللي كان بالنسبة لي برضو لذيذ جدا هو كهف المدن الغارقة، وده اللي فيه هتلاقوا فيه سماعات بتسمعوا فيها صوت البحر، وهتلاقوا فيه أعمدة وتماثيل كانت فعلا غرقانة في المياه. طبعا مش عارفة انتوا شفتوا ولا لأ، بس هو عليه قواقع لسه لحد دلوقتي. وتالت حاجة في المتحف المصري، وطبعا دي مش آخر حاجة لأن المتحف المصري مليان حاجات، هو متحف مراكب خوفو، وده اللي فيه هتشوفوا مراكب الشمس. كان في أساطير قديمة بيقولوا إن هم هياخدوا المراكب دي وهيطلعوا بيها للحياة الأخرى، عشان كده المراكب دي مجرد نماذج وعمرهم ما استخدموها. وبكده هبقى اختصرت لكم أهم الحاجات اللي في المتحف المصري، وطبعا من أهمهم هي قاعة توت عنخ آمون، واللي هتلاقوها موجودة في الفيديو اللي جاي. اكتبوا لي في الكومنتس ايه أحلى القاعات اللي عجبتكم هناك، وايه رأيكم في المتحف لو رحتوا.